السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الوصفة دي النهاردة ولادي كل يوم بيطلبوها مني من جمالها بصراحة. الوصفة النهاردة ولا هي كيكة ولا هي بسبوسة ولا هي هريسة، حاجة بصراحة أحلى منهم كلهم. فاتح عندنا محل حلواني كده مشهور، ودقوها من عنده وقالوا لي لا اعملها لنا بقى عشان دي غالية جدا. بصراحة بجيبها غالية جدا، يعني ربع الصينية دي بمبلغ. فعملت انا الصينية كاملة بحاجة بسيطة جدا، مش مكلفة اصلا وسريعة وسهلة ومكوناتها بسيطة. ريحتها بقى وطعمها يا جماعة في حتة تانية بصراحة. النهاردة هعمل كيكة الرواني او الرواني. حلوة جدا جدا وسريعة ولذيذة ومكوناتها مفيش اسهل من كده. اول حاجه هنسمي الله معايا هنا 3 بيضات. اول حاجه بحط البيض وبحط معاه الفانيليا علشان لو في اي زفاره في البيت كده ما يبقاش في اي زفاره للبيض. حطي بقى كيسين او 3 او ممكن تحطي نص معلقه صغيره لو انت عندك الفانيليا السايبه. وهحط مع ال3 بيضات كوباية من السكر، وهبتدي اضربهم كويس جدا مع بعض لحد ما السكر يدوب تماما، ويبقى بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، عامل زي الكريمة كده. السكر داب تماما واختلط كويس جدا مع البيض. هنا بقى معايا كوباية من الزبادي، اضيف كده كوباية من الزبادي. نفس كوباية الزبادي دي يا جماعة هعايرها سمنة او زبدة او الاتنين على بعض. لو حابة تحطي زيت براحتك، بس هي بالسمنة او الزبدة عشان الريحة، خاصة ان احنا لسه هنضيف عليها جوزة الهند، فالمكونات كلها تبقى متجانسة كده مع بعض. هنا هضيف كوباية من الدقيق، واحدة بس، بعد ما ضربت كمان الخليط بتاعي مع الزبادي والسمنة. ضفت كوباية من الدقيق عليها رشة من الملح ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. هبتدي بقى مش هستخدم المضرب، انا هستخدم كده المعلقة واخلط الدقيق كويس جدا. وبعدين برضو معايا كوباية من دقيق السميد، ناعم او نص ناعم يعني، بس ما يبقاش خشن. وبرضو خلطته كويس جدا، يبقى كوباية من الدقيق وكوباية من دقيق السميد. وهحط نص كوباية من جوز الهند. طبعا عايزة اقول لكم بص لما تستوي ريحتها بجد بأمانة حاجة كده، يعني بتخش على القلب على طول. خلطتهم كويس جدا ومعايا الصينية بتاعتي دهنها دهنة سمنة او زبدة ومعفراها كده بتعفير الدقيق. وهبتدي بقى انزل الخليط بتاعي واسويه كويس جدا، وهدخله على فرن درجة الحرارة 170 درجة. لو مش حامي الفرن بتاعك ممكن على 180، ويكون مشغلاه قبليها ب10 دقايق. بحب اشغل المروحة عشان توزع الحرارة. وبحطه على الرف اللي في النص. بتعلى معايا القدر بتاعها وبتحمر من تحت، وبعد كده بشغل الشواية تحمر من الفوق واطفي عليها. سويتها كويس جدا في الصينية، وزعتها كويس جدا. وهدخلها بقى ايه على الفرن زي ما قلت لكم، ما شغلاه قبليها على درجة حرارة 170 في الرف اللي في النص. طالعة بقى ريحتها خطيرة خطيرة خطيرة، وتحسوها مسقية لبن، مسقية كريمة، طعمها حلو قوي. عايزة اقول لكم ان اولادي اصلا ما بيحبوش جوز الهند، بس بسبب الوصفة دي بيطلبوها مني على طول. بصي بقى، اول لما تطلع كده وهي سخنة قطعيها واسقيها بشربات بارد. الشربات انا بحط كوبايتين من المية، عليهم كوباية ونص من السكر، وبعصر عليهم عصرة ليمونة، ممكن احط معلقة كده صغيرة من السمنة او الزبدة، وعليها كيس فانيليا. والشربات يكون بارد، يا ريت يبقى بايت كده عشان يبقى بارد فعلا، ما يبقاش دافي. وهسقيها، هي هتاخد من كوباية لكوباية وشوية، ما تسقيهاش كتير قوي، يعني يا دوب بس تحس ان هي كلها اتشربت من السيرب بتاعك. عايزه اقول لكم بقى وانتوا بتاكلوها اكنها مسقيه كده كريمه، اكنها فيها لبن حليب. طعمها حلو قوي يا جماعه. اهم حاجه اسقيها اول لما تطلع من الفرن كده وهي سخنه، وتكوني مقطعاها علشان الشربات يخش فيها كلها. هنا زينتها كده بشويه جوز الهند، وسبت كام قطعه من غير جوز الهند عشان عندي ولادي
ما بيحبش إن أنا أزوّقها كده بجوز الهند على الوش. ممكن تحطّي بقى طبعًا أي تزيين أنتِ عايزاه، مثلًا كريز، فواكه مجففة، أي حاجة، أو تسيبيها زي ما هي. بأمانة طعمها حلو جدًا، جدًا، خطيرة كده تفرح القلب. تاكليها بقى في الصيف، تاكليها في الشتا، تاكليها في العشا، تاكليها في الفطار، تحلّي بيها بعد الغدا، هي خطيرة. مش مكلفة على فكرة، ومكوناتها بسيطة جدًا. أتمنى تجربوها وهتعجبكم وهتطلع أحلى من اللي أنا عاملاها. لو في أي وصفة عايزين نعملها يا ريت تكتبوا لي في التعليقات، وبافرح جدًا بتعليقاتكم. وأحلى بقى لايك منكم، واللي ما اشتركش في القناة يشترك كده ويفعل الجرس عشان يوصل لكم إشعار بكل فيديوهاتي. ويا رب أكون دايمًا عند حسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.